السلام عليكم. والله الفريق قال لي تعالوا أسامة صور، قلت لهم والله ما لي نفس. يعني أحيانا من تفاهة وقرف المشكلة تبطل تريد تصور، بس قلت عندي متابعين 10,633 نفر يتابعني، لازم نسوي فيديو. اوكي، فاحنا الان عندنا مشكله. وين هذا زر مكتوب عليه LED؟ حلو، نريد نطلع منه واير، ما يطلع واير، والواير وين لا ادري. فالان اللي قاعدين نسوي شنو؟ قاعدين نفك هذه البانل بالكامل حتى نطلع الواير، حتى ما يحتاج نفك هذا البانل اصلا. وحشنا. شفتوا مضيعة الوقت، بس نضيع وقت اليوم. عندي شغل من هنا للسما، وشغال على تجميعه واحده 4 مرات افرمتها. في النهايه اكتشفت المشكله انه البرنامج اللي قاعد يسبب المشكله ضروري. الزبون سالني، سلمته الحاسبه قال لي بس ثواني، الرامات RGB مالها شوف ما تشتغل. قلت له ثواني هسه انزل لك البرنامج. نزلت في البرنامج ضرب الويندوز. يومين احنا ننزل فوق ال 200 جيجا نزلناها. لا حول. هذا الكيس جميل جدا، خاطري ابني بيه شيء مختلف شويه. اريد اشيل AIO هذا، وهاي الحديده المفروض تنشال اذا انا مو غلطان. صحيح، خليني اتاكد. ايه، شوف هذه الحديدتين، هذه وهذه نشيلها. هاي الحديده تنشال، واكو زجاج من الاعلى، فيصير خليط بين ال H9 Elite وال O11 Vision. بعدين تشيل هذا ال AIO تحطه ورا هاي ال3 مراوح، يصير عندك AIO 7 مراوح متناسقه RGB. ال RGB تقدر تتحكم به من الزر ومن الكنترولر، تقدر تتحكم فيه من المذر بورد. يجي معها ريموت. صحيح، يجي معها ريموت، فتقدر تتحكم من الريموت. تقدر تصير هذه زجاجيه، فتقدر تشوف من جميع الاتجاهات. كيس جدا جميل، احتمال كبير جدا. المشكله انه ما تخفف تكلفه، يعني انت عندك راح يصير عندك 3 مراوح زياده راح نرميهم، بس جميله جدا الاضافه يعني من زقمتك. مفكرين بالموضوع كثيرا. ان شاء الله تعالى في احدى التجميعات، اذا كنت عزيزي المشاهد تريد تجميعه رخيصه وقويه تنافس ال O11 Vision لكنها ارخص بكثير، تعال. هذا الفيديو يا جماعه حتى يوريكم. اطلع البرغي، وجدت البرغي. هذا الفيديو كله حتى يوريكم احنا شلون، احتمال اكو براغي بعد، اكو بعد براغي، حتى يوريكم احنا شلون نكتشف المشكله ونحل المشكله من الجذر. طبعا هذه انت قد تكون تعرف المعلومه، بس اللي احنا نتميز به عن الشخص اللي قاعد بالبيت انه من يمر علينا الكيس 3-4 مرات، من تمر علينا المشكله 5-6-7-8-9-10 مرات، من يمر علينا مئات التجميعات. ما أبالغ لما أقول مئات التجميعات. أكو بعض الأشياء الصغيرة تبدأ تلاحظها. أكو أشياء بالكيسات بالمعاينة أحيانا ما أقولها. شوف باع عيني باع. أوكي، شوفوا هنا هذا ال LED سويتش موصل هنا، شايفين التريس موصل بهذه الثنتين، بعدين 1 2 3 4 5 6. الآن أريد الريست سويتش، أريد أشوف وين موصل. لاحظوا الريست سويتش موصل بهذول الثنتين، الباور سويتش موصل بهذول الثنتين، والال اي دي موصل بهذول الثنتين. وهذا شنو؟ باور ال اي دي موصل بهذول الثنتين. فمعناها انه ال اي دي سويتش، لاحظوا، هي اخر ثنتين اللي هي هذه وهذه. حلو، سوري، ال اي دي سويتش هي اخر ثنتين. هسه نروح نمسك هذا الشيء، ثواني. اوكي، راح نروح نمسك هذا الشيء من الجهة الأخرى. طبعا أنا ما راح أحتاج أشيله، بس حتى أراويكم بالتصوير يكون أسهل علينا. وين راح هذا اللي هو هذا؟ اسحب 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 اسحب. نسحب هذا الشيء. زين، جميل جدا. لاحظوا معاي يا جماعة هذا الشيء العجيب. هذا الآن هذا الواير، اتفقنا أنه، لاحظوا أكو شريط أبيض خفيف على الواير. وين الشريط الأبيض الخفيف؟ هذا الاتجاه. صحيح؟ لا، وين راح؟ هذا الاتجاه. شايفين هذا الشريط الأبيض؟ حلو. فهسه هذا الشيء قاعد يقول لنا أنه هذا الأبيض هذا من هذا الاتجاه. حلو، فهذا هو الشريط الأبيض. فلاحظوا الشريط الأبيض اللي هو هذا مكتوب عليه LED سويتش. فاحنا سوينا هاي العملية كلها حتى نثبت أنه اللي مكتوب عليه LED سويتش هو LED سويتش. بس هم غلطانين صراحة، لأنه مكتوب هنا باور LED، وبعدين هذا مكتوب عليه HDD LED. وين راح؟
HDD LED. فأنا هذا ليش ضيعنا وقت يا جماعة؟ تخيل فيديو 8 دقائق راح ينزل على اليوتيوب غلطتك تكون بالاخير. حبيبي هذا كله لتثقيف المشاهد، هذه كلها مدروسة حتى يقول لك لا تغلط. لا انا غلطت وانت ما. استغفر الله العظيم ربي، استغفر الله. لا 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 لا، اخجلت تواضعي. وصلنا 8 دقائق ولا لا؟ راح نوصل 8 دقائق يا جماعة، لأنه لازم أضيع وقتكم لمدة 8 دقائق بالضبط. راح يسألني ليش؟ خوش سؤال راح أقول لك. لاحظتوا يا جماعة أنه أغلب الفيديوهات أو الأغلبية الساحقة من الفيديوهات عند أغلبية اليوتيوبرز أو الأغلبية الساحقة من اليوتيوبرز، جماعة الفرق قاعد يقول لي سرع، بس إحنا لازم نوصل الفيديو 8 دقائق. الأغلبية، نرجع على موضوعنا، الأغلبية الساحقة من 8 دقائق بلس. ليش؟ لأنه إحنا في اليوتيوب مسموح لنا أنه إحنا نحط إعلانات ودعايات ونتحكم في كميتها بشكل عام، حتى مو كثيرا، بشكل عام من تكون 8 دقائق بلس. من تكون أقل من 8 دقائق يقول لك راح أحط لك في البداية أو ما أحط لك أصلا. فبالتالي لزيادة الأرباح، ولو يعني إذا تطلعون أنتم على أرباح القناة ترى ما تسوى، لكن لزيادة الأرباح ما تسوى لازم يكون الفيديو طوله 8 دقائق. والله يا جماعة ولا لا؟ يعني ممكن الآن يطلع لك إعلان، فأكو الآن قسم منكم لما قلت الآن طلع إعلان، ليش؟ لأنه أنا حاط إعلان عند كلمة الآن. وأكو منكم ما طلع له، ليش؟ لأنه اليوتيوب عنده خوارزمية معينة بحيث ما يراويك إعلانات، بحيث أنت تقول طز ما أتابع الفيديوهات أصلا من كثر الإعلانات، وبنفس الوقت يراويك إعلانات بما يكفي بحيث تقول إي والله خليني أشوف الإعلان حتى أسامة يربح. بيج برين. نرجع على موضوعنا الآن، هذا شيء رجعه، بس نرجع البراغي ونخلص هذا الفيديو. صرنا 8 دقائق ولا بعد؟ اوكي يا جماعة، عبرنا 8 دقائق من زمان، فبالتالي الآن مسموح لي انه انهي الفيديو رسميا. خلاص الآن راح ارجع البراغي واحط LED سويتش في الكنترولر ونخلص. نلقاكم يوم غد في حلقة أخرى كالعادة. واحد كتب لي ايش رايك أسامة تقلل عدد الفيديوهات؟ شلون تسمح لك نفسك تقول هالشيء الكلمة؟ شلون what is you تفكرين أنه تقول للأسامة ما أريد أتابع فيديوهات بهذا الكم؟ what is you تفكرين؟ شو اللي خطر على بالك بحيث قلت والله نحن نحتاج أقل من أسامة؟ لاحظوا أن الفيديو طول بس حتى تشوفون مني أكثر. أوكي باي باي. خلي الفريق يكمل الباقي. عندك برغيين، بعدين LED سويتش، بعدين المذر بورد. أنا رايح أكمل شغلي على هذيك الحاسبة، فيها شيء الحاسبة والله مسكونة ولا شيء. راح يشتغل